نشتري ايه ونجهز ايه عشان نوزع لحمة العيد بطريقة شيك وسهلة، وكمان تكون رايحة لوجه الله كده بشكل حلو ونفرح بيها الناس، لان هي طبعا هتدخل البهجة والسرور على قلب الناس لو متوزعة بطريقة حلوة. اول حاجة هتجيبي الاطباق اللي هتوزعي فيها اللحمة بتاعتك على حسب، او هتجيبي المقاس اللي على حسب الكمية اللي انت هتوزعيها. يعني مثلا اللي هيحط في الطبق كيلو هيجيب الطبق مقاس كيلو، اللي هيحط في الطبق نص كيلو هيجيب الطبق مقاس نص كيلو. دي اول حاجه. طبعا الكميه بتكون على حسب كميه الكيلوهات اللي انت هتخرجيها لله، تمام؟ دي حاجه. تاني حاجه، الطبق ده محتاج ان هو يتغلف، فبنجيب الاسترتش اللي هو بيقفل على الطبق بطريقه كويسه، لان حبايبي اللحمه ممكن تسرب لو نزلت ميه ولا حاجه، فيبقى لازم الاسترتش اللي هو بيقفل الطبق بطريقه كويسه. الاسترتش ده بيبقى ليه مكنه زي كده اهو، زي ما انتم شايفين. طب يا شيف زهره اللي ما عندوش مكنه يعمل ايه وعايز برضو يلف في طبق مش في كيس؟ يبقى هيلبس الطبق دوت كيس كده من اللي هي الكياس الشفافه اللي احنا بنعبي فيها الوجبات، مثلا زي الكياس الشفافه اللي هي بتبقى بايدين كده، هتدخلي الطبق فيها وتحطي فيها الطبق. يفضل توزيع اللحمه في الطبق عشان تكون شكلها حلو وتكون مرصوصه وتفرح اللي هياخد الوجبه، تمام؟ طيب نجيب ايه تاني يا شيف زهره؟ انا عن نفسي جايبه الشنطه اللي انا هحط فيها الطبق في الاخر، اللي هي بصوا زي ما انتم شايفين الشنطه دي. طبعا اللي هيجي ياخد منك طبق لحمه او انت هتودي له طبق لحمه مش هينفع ياخده في ايده، فبالتالي زي ما انتم شايفين كده هنحطه في شنطه زي كده برده شكلها حلو قوي، خاصه لو هتحطي معاها حاجه، لان احنا هنوزع معاها مثلا رز وزيت او مكرونه وصلصه وزيت، فتبقى الشنطه واخده كل الكميه او كل الحاجات اللي انت مطلعاها بعد العيد. طيب في حاجه تانية محتاجينها، الناس اللي بتذبح عند الجزار وبتبقى في مسافه بينها وبين البيت لما تروح توزع، انت محتاجه ان انت تاخدي لحمتك في شنط نظيفه، وتكون شنط كبيره وتكون شنط شديده، عشان مشكله اللحمه مش في الفوليوم بتاعها، مشكله اللحمه في تقلها. يعني ممكن تجيبي شنطه كبيره جدا وتقيله، ولكن كميه اللحمه مجرد ما تحطيها تلاقي الشنطه بتتقطع منك، لان اللحمه تقيله حتى لو انت لسه في اول ربع من الشنطه، يعني ماليه ربع بس. فهتجيبي شنط زي كده، بصوا اهي الشنطه دي ليها ايدين بتتربط، دي هتعبي فيها اللحمه بتاعتك لحد ما توصلي بيتك وتوزعي لحمتك في اطباق بطريقه كويسه. احنا كمان هنذبح ونبدا نيجي هنا نقعد نعبي ونوزع معاكم. فكل سنه وانتم طيبين. اللي عايز يساهم معانا في بقيه الخروف الثاني، احنا معانا خروفين، الله يجازيكم خير اهل الامارات والسعوديه وقطر واخواتي المكبسين والمشيرين، وكل من ساهم معانا ولو ب 100 عمله في الخروف الاول او الثاني. ناقص لنا حاجات بسيطه على الخروف الثاني، ادخلوا معانا البث المباشر وما تنسوش تحجزوا معايا وجبات عرفه بكره ان شاء الله. عايز يوزع معانا وجبات عرفه، وكل سنه وانتم طيبين. ويلا بينا على البث المباشر. النهارده عاملين سندوتشات، اللي عايز يساهم معانا ووزع عصير او ميه يبقى جزاه الله كل خير. ما تنسوش حجز وجبات عرفه لبكره، اللي عايز يفطر صايم معانا او يوزع عصير او ميه، عشان نقدر نعمل حسابنا في كميه الوجبات اللي هنخرجها ونبقى مبيتين البضاعه عندنا. جزاكم الله كل خير وكل سنه وانتم طيبين.